معانا فكرة الفيديو النهارده الطفل اللي عايز يجتهد ويذاكر وينجح، والأب اللي قاسي على ابنه واللي مش ناوي إن هو ينجح خالص. أهم حاجة عنده الشغل والفلوس. ويلا بينا على الفيديو. يلا بقى مذاكر عشان أنجح ودكتور. إن شاء الله هينجح يا رب، لكل مجتهد نصيب. ولا يا احمد، قوم عشان كلمت لك عمك سيد النجار، قوم عشان تشتغل معاه. هو تحت البيت اهو، مش هتتعب ولا تعمل حاجه. انت مش عايز تشتغل؟ عايز طول عمرك تفضل ماسك الكتاب ده مش هينجحك. التعليم انت بتاع تعليم، انزل يلا عشان تروح الشغل بتاعك. يا بابا عم سيد مين؟ انا مش عايز اروح انا اشتغل عند نجارين ولا حاجه، انا عايز اذاكر. ربنا يوفقني في مذاكرتي ان شاء الله وابقى دكتور وحاجه حلوه يا بابا. ان شاء الله ابقى دكتور. انا عايز اذاكر، انا مش عايز اروح انا اشغال. حتى لو اروح الشغل اجي برضه اذاكر. انا مش بتاع ان انا اجي الشغل واقعد في البيت، لا انا لازم اذاكر عشان انجح، عشان ربنا يوفقني واشتري العربيه اللي في الكتاب ده. لازم اذاكر وانجح. يالا انا عمك سيد اشتكى منك، انا قلت مفيش شكاوي، انت تنزل شغلك الصبح. ما انت بقى بتزوق وتروح المدرسه وعايز تاخد فلوس على الجايز من عنده، انت تروح وتاكل الشغل اكل. سمعت يالا؟ ولا اقول لك انا هحل لك الموضوع ده. انا رايح المدرسه واديك رفد نهائي. انت ولد مش بتاع مدارس اصلا. انا زي ما بقولك كده، تنزل من بكره الشغل وهتنزل احسن من الاول. مفيش حاجه اسمها لعب يمين ولعب شمال. انت تنزل شغلك تشيل النجاره والخشب وكل حاجه. مفيش حاجه اسمها قاعده في البيت. ما عندناش عيال تقعد في البيت الاقيها اذاكر. يا بابا انا تعبت بقى من الشغلانه دي يا بابا، الشغلانه تقيله قوي. وانا في حد من دوري كده عنده 13 سنه بيشتغل في النجاره والخشب والحاجات دي؟ ما ينفعش يا بابا. انا نفسي اتعلم، نفسي اطلع حاجه حلوه في المستقبل. ليه لازم ان انا اشتغل نجار والحاجات دي؟ ليه يعني؟ انت اشتغلت وانت صغير كده. انا تعبت من شغلانه النجاره، نفسي اتعلم زي اخواتي وزي اصحابي. اشمعنى انا اللي في اخواتي مش عايز تعلمني؟ ما انت معلم اخواتي كلهم احسن تعليم يا بابا. انت عايز تبقى زي اخواتك ايه؟ انت ما تنفعش تبقى زي اخواتك، انت فاشل اصلا. الاقي ماسك الكتاب وبتذاكر. انت اصلا كل حياتك الانترنت ده يبوظك اصلا. اخواتك كلهم كانوا يقولوا لي لا يا بابا احنا ننزل نشتغل، وانا اقول لهم لا لازم تتعلموا. لما شفتك انت كده بايظ قلت انت مش بتاع تعليم، انت تفضل تضيع حياتك في الانترنت. الاقيه بتذاكر؟ انت تنزل زي ما قلت لك وتشتغل. وكل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي دي بتشتغل وبتكافح، عشان احنا في زمن اصلا لازم نشتغل كلنا ونشيل بعض. لازم تشيل بابا وتحس بيه. وانت كل حاجه قاعد في البيت مش حاسس بحاجه. اكيد كل الناس اللي بتتفرج علينا دي كلها شغاله وشقيانه، وتكتب في الكومنتات دلوقتي اذا كانت شغاله زينا. بابا اخواتي مين اللي كانوا عايزين يتعلموا؟ ما حدش فيهم قال لك عايز يتعلم اصلا. انت اللي خليتهم يتعلموا عشان انت كنت حابب كده. اشمعنى انا مش عايز تعلمني؟ وبعدين الناس مين اللي بتتفرج علينا اللي بتشتغل دي؟ انت يا مشاهد بتتفرج وبتشتغل، يعني انت بتروح الشغل والمدرسه او بتروح الشغل بس. انا متاكد ان مفيش حد بيروح الشغل في سني ده. انا عندي 13 سنه، ازاي بقى من سني وبروح المدرسه والشغل؟ اكتب لنا في الكومنتات اذا كنتوا بتروحوا الشغل ولا المدرسه، واللي نشوفه. لو كنت بتروح الشغل انا اروح الشغل، لو كنت بتروح المدرسه وعايز تجتهد اكتب اروح المدرسه، بس كنت بتروح دي ودي اكتب لي بره. بس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. يا بابا ما تبقاش قاعد كده يا بابا.